ويا ريت وبعد إذنك ما تكترش ملح في أكلك، زائد إنه بيرفع الضغط وبيخزن المية في الجسم ويخلي الجسم يتنفخ، كمان بيعمل مشاكل في القلب ومشاكل تانية كتير. وعود نفسك ما تزعقش لعيالك قدام مخلوق ولا تشهد عليهم حد، علشان ما حدش يتجرأ عليهم ويزعلهم أو يخزن لهم غلطهم ويعايرهم بيه في يوم من الأيام. ولو انت يا صاحبي مزنوق في الكلام مع حد ومش عارف تقفل الموضوع، عليك بكلمتين: خير ان شاء الله والله المستعان. ونصيحة أخوية: ما تقنعش حد ولا تبعده عن حاجة بالخوف، علشان لما يبطل يخاف هيرجع للي انت منعته منه وأسوأ من الأول كمان. ولكن اقنعه بالعقل وبالطريقة، بحيث بقى انت كنت موجود أو لأ، هو خايف أو مش خايف خلاص قفل الباب ومتشبع بنصيحتك. ودايما أول ما تحس بالإحباط افتكر إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: كل يوم هو في شأن. كل يوم ربنا سبحانه وتعالى بيكون في حال من أحوال العباد، يكرم ناس ويرزق ناس ويحقق حلم ناس ويوفق ناس ويستر ناس ويكفيك شر الناس وهكذا. فربنا سبحانه وتعالى مش هيدوم عليك الحال الكرب، ولا هيحطك دايما في ضيقة ويسيبك فيها لآخر العمر، لكنه سبحانه وتعالى قادر يفرجها وييسرها عليك، ويبقى اليوم اللي جاي هو يومك اللي ربنا يصلح حالك فيه وينولك اللي بتتمناه. فأبشر بالخير وتفائل، وإن شاء الله هتفرج عن قريب. وشرفني تتابعني ونتلاقى في الجايات. سلام عليكم.